بحاول استغل ان النهارده يوم دافي ومشمس، علشان اعتقد هيبقى كام يوم كده وبعد كده الهواء الجامد هيبتدي تاني. المريح بتبقى جامده قوي، في حاجات كتير مش بعرف اعملها، زي ان انا اقعد على البحر، زي ان انا حتى اتمشى ساعات من كتر ما الريح بجد بتبقى قويه بتزقني وانا ماشيه. القصه المجنونه دي ممكن لحظه، ممكن بس لحظه نبص على القصه بتاعتي، ايه اللي بيحصل هنا وازاي محدش قال ان انا كنت بحط كحل زياده قوي يا جماعه. احنا رايحين نفطر فطار عائلي، واعتقد ان انا اكتشفت دلوقتي ان انا كسرت الكاميرا بتاعتي. مش شرط ان انا بالظبط اللي كسرتها، بس ان هي اتكسرت يعني. بحس ان كل ما ببتدي اشوف نفسي شويه على نفسي بتقوم حاجه حاصله، زي ان الكاميرا بتاعتي مثلا تتكسر كده وبتخليني اتواضع واتحط في مكاني تاني. كل اللي هو كمان ما بيبقى فيه حاجه مثلا حلوه او محمساني بتحصل او هتحصل، بيحصل قدامها دايما حاجه كده اللي هو تبقى اللي هو الحمد لله. من شويه شفت قرد بره معدي، بجد ما عنديش اي فكره شكلي في الشمس كده عامل ازاي. انا حاسه ان قصتي النهارده شكلها مش طبيعي، شكلها جنان. انا عارفه ان انا مهووسه قوي بالموضوع، بس مش عارفه اشوف غيرها. عارفين لما تبصوا على نفسكم ما تبقوش عارفين تشوفوا في نفسكم الحاجه الغريبه الوحيده. دايما بيبقى عندي كلام كتير قوي عايزه اقوله، وبعدين ببقى قاعده وانسى اجيب الكاميرا، ولما اخرج واجيب الكاميرا معايا بنسى كل الكلام اللي انا كنت عايزه اقوله. Wow, I'm such a great friend. Oh wow. واو ما شاء الله. I get you a gift 1 year later. ايه رأيك؟ حلو؟ Yeah. Oh my god. ايه يا سوبر ستار. I don't know that I give like that I'm saying okay I'm doing it. مش عارفه باين قد ايه انا متحمسه ولا لا ان صاحبتي رجعت، بس انا متحمسه قوي 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 ان نوره صاحبتي رجعت. بقالها كتير مسافره المانيا عشان عندها جامعه. احنا جينا هنا مطعم مكسيكي اول مره نجربه. انا ما اعرفش لو في حياتي قبل كده اكلت اكل مكسيكي ولا لا، مش فاكره بصراحه. الساعة دلوقتي 12:03 الصبح. انا ليه صاحية لحد دلوقتي معرفش. انا صحيت النهاردة الساعة 7:30. ابني النهاردة نام الساعة 9 الحمد لله، متأخر مش بدري قوي. انا بحس ان انا ممل قوي لما بقعد اتكلم عن حاجات ليها علاقة بي انا وابني، اللي هو حاجات الامومة دي. بحس اللي هو مين عايز يسمع كده؟ ايه الحلاوة دي؟ انا اخيرا بستعد لان انا ادخل انام. ربنا يستر بكرة. اليوم اللي بنام فيه متأخر بحس تاني يوم بيبقى تعب مش طبيعي. اتمنى صوت الميكروفون ده يكون حلو ان شاء الله. بص البتاع الصغنن ده جبته وما كنتش عارفه ان هو صغير قوي كده. هموت واجربه. القهوه اللي عندي وحشه بس هموت واجربه. بقالي كتير قوي مشربتش قهوه الصبح، بس بفكر اجرب احطه. متحمسه قوي، كيوت قوي. بقالي فتره بشرب شاي بلبن علشان القهوه الصبح بتوترني، بس اخليني زي ما انا واشرب شاي بلبن وخلاص ولا اعمل ايه؟ نفسي اجرب دي، بس خليني في الشاي بلبن احسن، وبعدين اروح اجيب قهوه حلوه عشان اجربها بالقهوه الحلوه. والله مش عارفه، ما بعرفش اخد قرارات. سيبقى من القهوه الوحشه كل ده، كل ده هيروح فين؟ مش عارفه بقى. هي القهوة طعمها مش وحش، بس انا حاسة ان انا اكتر بشرب حاجة لبن قوي. مش عارفة هعمل ايه بالمكنة اللي بتعمل، قصدي البتاعة دي مش عارفة اسميها ايه، البرادة اللي بتعمل شوية قهوة قد كده. مش عارفة اعمل بيهم ايه شوية دول. مش عارفة ليه مش بسرح شعري النهاردة. انا عايزة اعمل سلطة، بقالي كتير قوي ماكلتش سلطة، وجبت خس مش عايزة يبوظ في التلاجة.
عامله لنفسي تاني كوبايه قهوه النهارده. لو ابني عنده رادار ما كانش هيصحى بالظبط اول ما ابتدي اعمل حاجه كده. سبحان الله، اللهم لا ترد. نفسي قوي اجيب البتاع اللي هي بتنشف الخضار، شفتها عند ناس صحابي من ساعتها وانا نفسي قوي اجيبها. عملت لنفسي قهوه وسلطه في البيت بدل ما اروح اشربهم في كوفي شوب، وفخوره بنفسي عشان وفرت فلوسي وكلت في بيتي. قعدت اقلب فيها 3 ساعات تقريبا. نسيت احط سكر بس كويسه برضو، جميله. بجد طلعت حلوه. ده المنظر بعد السلطه. الساعه 12:30 دلوقتي بعد الظهر، ودي اول مره بسرح شعري النهارده من ساعه ما صحيت وانا ما سرحتش شعري. حجزت لنفسي النهارده مساج، يعني بجد مش مغطيين التمره بشوكولاته بضمير خالص. ايه الشوكولاته دي يا جماعه؟ مش كفايه خالص. حد جاب لنا البتاع ده هديه، انا عارفه ان ابوها في مقاطعه. هي بجد الله على يوم الجمعه، مساج يوم الجمعه، يا سلام. ايه ده؟ بعت للست اقول لها ان انا وصلت. the dry cupping. اوكي اشوفكم بعد المساج، باي باي. المساج كان تحفة، 10/10. المساج كان حلو قوي الحمد لله. حاسة ان انا ممتنة قوي ان انا عارفة اخد شوية وقت بعيد عن ابني واعمل كده. دلوقتي عايزة اجيب دبس رمان وارجع على البيت. I feel like that's it. Like everyone, like all the potatoes have different sizes. Like I think it would be really annoying. انا بقلي السجق، حرقت شويه منهم بس صحابي بيحاولوا يقولوا لي انه ما اتحرقوش. نور عملت براوني. Hey, what do you think about انا نسيت اصور ثانيه I'm filming something. انا نسيت اصور اي حاجه اكلتها. احنا التهمنا الاكل كله، شفطناه في ثانيه بس كان تحفه. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ مش عارفه باين عليا ولا لا، بس انا عيطت كتير قوي امبارح علشان زوجي مسافر شويه وهنقضي شويه وقت بعيد عن بعض، ولسبب ما وهو ماشي حسيت انه يا نهار ابيض انا مكنتش مقدره خالص البني ادم اللي كان جنبي ده، ودلوقتي هو ماشي وهنقضي وقت بعيد عن بعض. بدات ادرك قد ايه انا بقدر البني ادم ده. بعدين بدات افكر هو انا ليه بفكر قد ايه انا بقدر الحاجه وهي بتروح مني بس، او لما احس انها هتروح مني. ده مش سؤال حرفي، ده سؤال مجازا يعني. وبعدين بدأت أفكر إن أنا عايزة أقدر الحاجة وهي معايا مش لما تيجي تروح مني. فإزاي أعلم نفسي إن أنا أقدر الحاجة وهي معايا بقى؟ عشان الحاجة وهي معايا بشوف كل الحاجات السلبية اللي فيها، مش بشوف الحاجات الإيجابية. نسيت أقول أنا جبت ميكروفون جديد يا جماعة. مبروك عليا. أتمنى الصوت يطلع حلو. النهارده يوم هوا قوي، بس حابه اتكلم النهارده الصبح. حاسه ان جوايا كلام كتير قوي مش عارفه اخرجه. انا اصلا عارفه انه اللي حصل امبارح ده هيحصل من قبلها باسبوع، وحاسه ان انا عايزه اعيط وما كنتش عارفه اعيط خالص لحد اللحظه لما حصلت. ما كنتش عارفه يعني بروسس يعني ايه، ما كنتش عارفه. ساعات بيبقى عندي تاخير كده، اللي هو بحس الحاجه او بفهم انا كنت حاسه بايه في لحظه معينه بعد ما بتحصل، مش خلال اللحظه نفسها. هي الاضاءه كده احسن بمراحل. انا حاسه انه احساس لطيف قوي ان انا امسك الميكروفون كده في ايدي. مبسوطه قوي ان انا ممكن اتكلم بصوت واطي من غير ما اعلي صوتي.
عشان الكاميرا دايما بتبقى ابعد فبضطر اعلي صوتي، بس دلوقتي ممكن اتكلم بهدوء لما تكون طاقتي قليله، وبقى اسهل ان انا اتكلم مع الكاميرا الحمد لله. لما الحاجه بتكون قدامي بكون شايفاها كتير، بقعد اشوف الحاجات السلبيه اللي فيها مش الايجابيه، وبعدين اول ما الحاجه تبتدي تروح مني ببتدي اشوف اللي هو ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، دي الحاجه دي اصلا كانت جميله وفي ايجابيات كتير قوي. هي الايجابيات بتبان والحاجه بتبعد، بس والحاجه قريبه الايجابيات مش بتبقى باينه خالص، بيبان كل حاجه سلبيه. بس انا في حته كده في دماغي اللي هو حاسه انه كل حاجه بصورها وحشه، وحاسه برضو انه الناس بدات تعلق وتقول اللي هو خلاص ما تركزيش على الحاجات الوحشه او ما تقعديش تتكلمي في الحاجات الوحشه. وبرضو ده خلاني مش عارفه اتكلم براحتي قوي، عشان بقعد افكر بزياده بقى اللي هو انا بقالي قد ايه بقول ان انا متضايقه، وبقالي قد ايه مبسوطه، وايه الفيديوهات المبسوطه وايه الفيديوهات المتضايقه. يعني انا من تحت كويسه الحمد لله، مش يعني. بس على فكره انا ممكن اكون شخص مثلا مركز على الايجابيات في اليوم وحاسه بيها وكل حاجه، وفي نفس الوقت بعبر عن الحاجات. هو اصلا مين قال ان الزعل سلبي؟ ده سؤال برضو بيطرح نفسه. مين قرر انه الزعل سلبي والانبساط هو اللي ايجابي؟ مين قرر؟ انا بصراحه بعد ما عيطت امبارح حاسه ان انا اتغسلت. عايزه ابص على نسيم عشان بقاله كتير ساكت. ثانيه، نسيم تمام الحمد لله. حاسه ان انا ارتحت قوي بعد ما عيطت امبارح. والمساج اللي انا عملته ده يا جماعه كان مؤلم، مش عارفه عايزه اوريكم علامه ولا على ظهري، مش عارفه هتبان ولا لا. الست كانت بتعملي مساج جامد قوي لدرجه انه ظهري مكان الكوبايه اللي هي كانت بتحطها. طيب انا مش رحتش هي كانت بتعمل ايه. هي بتحط كوبايات كده، بتحط جواها نار فبتسخن، وبعدين بتقوم حاطه الكوبايه على ظهري، فالهواء اللي جوه بيقوم شافت الجلد كده، بيبقى كأنه هي بتشد الجلد لفوق علشان تريح الأنسجة اللي في النص، عشان احنا بنشيل معظم الستريس بتاعنا في الأنسجة. هي مش يعني لو هستعمل الكلمة الصحيحة هي مش أنسجة، هي الفاشية دي حاجة غير النسيج أعتقد، أو الفاشية هي الأنسجة كلها المتوصلة ببعض. مهم الموضوع معقد، مش هدخل جوه الموضوع قوي، أو لو عايزين ندخل جوه الموضوع قولولي. أنا نسيت أنا كنت بتكلم على إيه تماما. كنت بتكلم على إيه؟ الألم ظهري. انا حرفيا نسيت تماما انا كنت بتكلم على ايه. ليه كنت بتكلم على الألم؟ ايه اللي جابني هنا؟ صح، ان الحاجات دي ممكن تكون ساعات ايجابيه. فممكن الحزن يكون ساعات ايجابي، ممكن الألم ساعات يكون ايجابي، ممكن الحاجات الصعبه ممكن تكون ايجابيه. لما بنتعلم منها حاجات وتبقى تجارب بتفيدنا في النمو وان احنا نتطور، بتبقى حاجات ايجابيه. فانا هسمح لنفسي ان انا اتكلم عن الحاجات دي، عشان هي مش شرط تكون حاجات سلبية. الفترة اللي جاية دي هكون انا مع نسيم لوحدي كأم لوحدها، مفيش اب في المعادلة، وهحس باحساس الامهات اللي بتربي اولادها بجد لوحدها. بس بصراحة انا برضو مش بجد لوحدي 100%، في اصدقائي عايشين جنبي وهطلب المساعدة ان شاء الله. بس هتكون تجربة اعتقد مثيرة للاهتمام وهتعلمني حاجات كتير. طيب نسيم والقط جايين يهجموا عليا. شكرا ان انتوا سمعتوني، واتمنى صوتي يكون طالع حلو. انا مبسوطة قوي ان انا جبت ميكروفون لو واخدين بالكم. ماشي شكرا. سلام.